ونحن مقبلون على خير أيام الدنيا، خير أيام طلعت عليها الشمس، إنها العشر الأولى من ذي الحجة، والحجيج قد تهيأوا لحج بيت الله الحرام. فأقول يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم، وحرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. أيام عظيمة عظيمة في قدرها مقبلة علينا، والفائز من اغتنم هذه الفرصة العظيمة. تلك الأيام التي عظمها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أقسم بها سبحانه ولا يقسم إلا بعظيم. إن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى والفجر وليال عشر، والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين. وقال فيها عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن يا رسول الله في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. أيها الإخوة الكرام، ماذا يفعل المؤمن في هذه الأيام العظيمة؟ وكيف يجتهد فيها؟ افعل الخير ولا تقصر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أي خير، أي صدقة، أي معروف، أي عمل صالح بادر به وسارع إليه، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر المقبلة علينا الصلاة، أكثر من الصلاة في نهارها، ومن النوافل وحضور الجمع والجماعات وصلاة الجماعة، فإن صلاة الرجل في مسجده تفضل عن بيته ب27 درجة، فإياك أن تضيعها في هذه الأيام العظيمة. والصلاة هي النور الهادي كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال الطهور شطر الإيمان. وانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي اجتمع على خير العبادات، حديث جامع مانع. يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. الطهور الوضوء، قال شطر الإيمان. لماذا شطر الإيمان؟ نصف الإيمان. قيل لأنه ينظف أعضاء الجسم، ينظف أعضاء الجسم، الجوارح الخارجية، تغتسل فتنظف جسدك، تتوضأ فتزيل ما على جسدك، هذا شطر الإيمان. وهنالك طهارة بالأعمال الصالحة تنظف بها قلبك، فكل الأعمال هي مطهرة للقلب، فهذا النصف الآخر. فقال الطهور شطر الإيمان، ولا تقبل الصلاة إلا بالطهور.
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. ومن أفضل الأعمال في العشر الأولى من ذي الحجة هي الذكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن الذكر، فاذكروني أذكركم. وما ذكر أحد ربه عز وجل إلا ذكره الله في الملأ الأعلى. ولئن ذكرني في نفسه، يقول الله في الحديث القدسي: ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن الذكر والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكثر من الذكر في هذه الأيام. لا تجعل لسانك يتوقف عن ذكر الله وأنت خارج، وأنت داخل، وأنت ذاهب إلى السوق. استغفر الله، صل على النبي، كبر وهلل. ويستحب فيها التكبير لله عز وجل. من السنة أن تكبر. كان الصحابة يكبرون الله عز وجل في الأسواق وفي كل مكان، جهرا وجماعة. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. قال: والصلاة نور. والصلاة نور، هي نور لك في وجهك، ونور في قلبك، ونور في قبرك، ونور يوم حشرك. هذه هي الصلاة العظيمة. تخيل نفسك يوم تظلم عليك الدنيا وسط هذه الفتن، فما الذي ينير طريقك؟ الصلاة. تخيل نفسك وأنت في ظلام دامس وتمشي بين الأشواك وبين الأنقاض، لا ترى بصيص نور، فإذا بالصلاة تنير لك طريقك. الصلاة نور. قال: والصدقة برهان. أعقب الصلاة بالصدقة، فعليكم بالصدقة في هذه الأيام العظيمة. والصدقة برهان، برهان للمؤمن. يمتاز المؤمن عن المنافق بماذا؟ بالصدقة، لأن المنافق لا يقر ولا يؤمن بالصدقة، ويجعل ماله هو المقدم، لا يتصدق ويبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أما المؤمن فيؤمن بالصدقة وبعظيم الجزاء، وما نقص مال من صدقة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأن الله يبارك له في ماله فيتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، تبرهن فيها إيمانك. قال العلماء: أي دليل على الإيمان. لأن العبد ما منكم من أحد إلا وسيسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد من هذه الدنيا حتى يسأل. ومما يسأل عنه ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيما أنفقت؟ قالوا: فإن العبد يهرع فيجيب: يا رب تصدقت، يا رب بنيت بيتك. وهكذا يبرهن ويستدل على ماله الذي اكتسبه وفيما أنفقه.